المباراة لعناصر الرشارات تلعب لإفادة بدر بنون اللي كان حمل قميص النادي البركاني حينما أعار من فريق الرجاء الرياضي. كرة تمشي للجهة اليمنى، صراع كبير شوفوا معي بين بكر الهلالي وبين مالونكو، عرضية جول 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 يفعل الرشاد هدف مبكر في حدود دقيقة الثانية، يباغت النادي البركاني بميدان وما أنصاره بهدف، وهي هدف لعبت بطريقة شميلة مباغثة. فرحة كبيرة من جار منصار الرجاء الرياضي، يأتي الهدف بلمسة شميلة كانت من طرف من طرف عبد الاله الحافظ ياسم دفاع وحارس مرمى فريق النادي البركاني. تابعوا الإعادة، اللمسة كانت بهذا الشكل والعمل كل العمل من طرف بين مالونكو، لعب بهذا الشكل لعبد الاله الحافظ على اللمسة من عبد على اللمسة من عبد الاله الحافظي، لمسة فنية مهارية تباغت الحارس زهير العربي وتم حل الأفضلية لفائدة فريق الرجاء الرياضي الذي يدخل سريعا في أجواء المقابلة ويؤكد بالفعل بأن المباراة ستكون مثيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذا الآن سنتابع ردة فعل فريق النادي البركاني بعد الهدف اللي سجله عبد الاله الحافظي. دخل رسمي في مباراة اتحاد طنجة، قدم مباراة كبيرة اليوم الثاني، مباراة رسمية بالنسبة لعبد الاله الحافظي بعد العودة من الإصابة. سقوط محسن متولي روح رياضية كبيرة من عناصر النادي البركاني في اللقطة الأخيرة. إذا إخراج الكرة، محمود بن حليب يعاني من الإصابة، قلت واحدة من الضربات الموجعة لفريق الرجاء الرياضي بسبب الإصابة. يعني تحدثت عن مجموعة من الأسماء اللي تغيب: حميدة حداد، عبد الجليل جبيرة، فابري سينغا، يوسف البكاري، معطي تيميسو، إلى جانب محمد دويك الذي يغيب بسبب يعني العقوبة، توقيفه لثلاث مباريات. إذا نشوف اللقطة ديال محسن متولي، تدخل بكر الهلالي يصاب من خلال لاعب فريق الرجاء الرياضي، لكن يروح رياضة كبيرة. حديث بين الحكم جيد والبون، كنت دائما ولا تسديد الكرات الثابتة. يعني الان غنتابعوا ربما الامتياز نادر البركاني عنده اسماء اختصاصيه في تنفيذ الكرات الثابته. هذه الكرات اللي يقولون فيها ريحه الهدف، يعني هذه الكرات اللي يقولون فيها ريحه الهدف. يعني الان عندك ياجور وعندك عمر نمساوي، من سيسدد هذا الفرصه الخطيره في حدود السادسه والستين. كره ستنفذ من جانب عمر نمساوي، سدد جول. لا يستسلم النادي البركاني هدف التعادل، وبأي لمسة وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي بأي لمسة من عمر نمساوي يلعبها بشكل جميل. قلت لكم قال له خليها لي يا محسن يا شوراني من الاختصاصيين في تنفيذ الكرات الثابتة. هذه تهزم الحارس انس السريتي، سلاح الكرات الثابتة تحدثت عنه كثيرا أيها السادة والسيدات. في الشوط الأول والثاني تستقر في الزاوية 90 وتمنح أي هدف للنادي البركاني. يا سلام، هدف التعادل للفريق البركاني بطريقة شميلة 1-1. مباراة في الشوط الثاني تشتعل وستشتعل على رقعة الميدان كما اشتعلت في المدرجات، ستشتعل. ولم أتحدث عن النقطة اللي قلت سنتابع مباراة أخرى في الجولة الثانية في يقول فابريس سنغوما كذلك يطلب التمرير الكرة على المقاس، محاولة خطيرة شميلة اللقطة راسية، لكن بين يدي الحارس الحافظي هو اللي لعبها بهذا الشكل، وكانت من جانب كانت من طرف بين مالونكو هو اللي لعبها اظن في اللقطة الأخيرة. ارتقى بهذا الشكل بين مالونكو، مشات مباشرة للحارس زهير العربي. كرة بركانية، محاولة عملية تمرير عبر الرواق الأيمن، تمر عبر من ينتظر الدعم والمساندة، عرضية، محاولة خطيرة راسية، جول. النادي البركاني يقلب الطاولة على الرجاء في الجولة الثانية. هي شولة طارق السكيتيوي، الشوط الثاني بأي
بطريقة جميلة ورائعة، تستغل بلمسة جميلة. لاحظوا هنا في العمق، لاحظوا ثم العمل اللي قام به عناصر اللي قامت به عناصر فريق النهضة البركاني. يعطى كرة على المقاس، لعبها مقوسة ثم يخرج بهذا الشكل زكريا حدراف، يعطي الكرة اللي فادت من الجول. يدور محسن يشور يحتفل بالهدف المسجل في مرمى فريقه السابق فريق الرجاء الرياضي. يدار زكريا حدراف ويدار محسن يشور، وتدار لمسة طارق السكيتشي في الجولة الثانية كما توقعت يا السادة والسيدات، كما توقعت في الشوط الثاني. غير مشروع من لاعب فريق النهضة البركانية، وقع في المحظور العربي الناجي، وقع في المحظور في اللقطة الأخيرة بالفعل. ركلة جزاء مستحقة لفريق الرجاء الذي يتابعوا كانت بهذا الشكل امام انظار الحكم، كانت امام انظار الحكم الذي يقول ركله جزاء لفائده فريق الرجاء الرياضي. ومن سيسدد صاحب الاختصاص في تنفيذ ركله الجزاء اسمه الكامل محسن متولي ولقبه المش. هل بامكانه ان يسجل التعادل؟ سننتظر فرصه ذهبيه للرجاء لتسجيل التعادل. اذا اخر روتيشن تعليمات من الحكم يقول لا تتجاوز الخط، امر طبيعي يعني في ظل التعديلات التحكيم يعني في هذا الموسم. إذا الآن ركلة جزاء لفريق الرجاء الرياضي، ركلة الجزاء تأتي في حدود الدقيقة 77. هل يعدل الرجاء؟ محسن متولي أمام الحارس سهيل العروبي الذي تألق في هذه الجولة الثانية. كرة خطيرة نشوية، محسن يحضرها لمحسن متولي اختار العرضية، ارتماء من الحارس زهير العروبي. تعود الكرة، محسن متولي في الصورة. عربي الحكم يرفع الراية يقول هناك تسلل يحتسب ضد عناصر فريق النهضة البركانية. نعيش آخر فترات المقابلة السادة والسيدات. الرجاء يبحث عن التعادل والنهضة البركاني لتأمين هذا التفوق، هذا انتصار قلت سيكون مهم للفريق البرتقالي قبل نحن التلميذين. مشات وسط الميدان، كرة خطا يقول حكم مرات لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الملعوبة اللي مشات لعبد الله الحافظي يتقدم يعطيها لمحسن متولي يتوغل، متولي يعطيها بين مالونكو، متولي خطير محاولة تسديد، جول. حضارة التيكي تاكا الرجاوية والإصرار الرجاوي الذي لا يتوقف. بحثوا عن التعديل وسجلوا التعادل في حدود الدقيقة 88. ما أجمل من مباراة في الشوط الثاني. هدف هنا وهدف هناك، لمسة هنا ولمسة هناك، وأية لمسة. شوف هذه لقطة الرجاء الرياضي وهدف الرجاء الرياضي. الحفيظ لمحسن متولي لبين مالونكو، متولي حضرها، متولي أعطاه، هنا فقد التوازن. والحافظي لا جميلة من الحافظي. وشوف حضارة التيكي تاكا الرجاوي في اللقطة الأخيرة. هكذا عودنا، شوف كيفاش حضر لي الكرة، وشوف قراءة الحافظي. صبحت النتيجة هدفين، ما أجملها وما أمتعها من مباراة. شكرا لكم على ما قدمتم بالفعل. هذه